السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. طبعا الفترة الأخيرة اليومين اللي فاتوا بعد رحيل جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك ما فيش كلام في نادي الزمالك أو في مصر بالأحرى غير عن مدرب نادي الزمالك الجديد ومتى هيجي وهل هو أجنبي ولا طبعا مصري. خلينا أقول لكم يا جماعة مبدئيا كده، إدارة نادي الزمالك أو المسؤولين عن إدارة نادي الزمالك أو رئيس نادي الزمالك بالأحرى يا جماعة حط 3 شروط للمدرب الجديد اللي هيجي يدرب نادي الزمالك. الشروط الثلاثة دول، أول شرط فيهم أن يكون طبعا في البداية يا جماعة اعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل إشعار. أول شرط يا جماعة من الشروط اللي حاططها نادي الزمالك للمدرب الجديد أن يكون أجنبي، ما عايزينش أي مدرب طبعا عربي ومصري أصلا. تاني شرط أن يكون طبعا مدرب كبير وسبق ليه إن هو درب فرق كبيرة وليها جماهيرية كبيرة وفرق بتنافس على بطولات، وهو يكون عنده طموحات ان هو ينافس على بطولات علشان يلبي رغبة واحتياجات طبعا نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك العريقة. ثالث شرط، وده شرط مهم جدا في نفس الوقت ينفي حكايه ان هو عايز مدرب كبير او يكون طبعا بتاع بطولات. ليه؟ حاطط لك شرط مالي لا يزيد راتبه عن 75,000 دولار شهريا، نفس الراتب تقريبا اللي كان عاوز يجدد بيه مع جوزيه جوميز، وجوزيه جوميز رفض طبعا بسبب المتاخرات، واتكلمنا عن الموضوع ده، متاخرات الرواتب بتاعت اللاعبين ومتاخرات 3 رواتب اللي هو، وايضا الامور الماليه يعني ما فيش داعي ان احنا نخوض فيها، احنا خدناها في الفيديو بتاع رحيل طبعا جوزيه جوميز اللي ارجعوا للقناه لو موجود. المهم قال لك ال3 شروط دول، أن يكون أجنبي، أن يكون طبعا درب فرق كبيرة طبعا سواء مصرية أو أفريقية أو عربية وبتنافس على بطولات. ثالث شرط ان هو مرتبه ما يكونش يزيد عن 75,000 دولار شهريا. اذا توافرت ال3 شروط دي في المدرب، عليه ان هو يبعت السي في بتاعه لنادي الزمالك يدرس مين فيهم الاصلح، سواء مدربين 3 4 بعتوا السيفيهات بتاعتهم او الوكلاء بتوعهم كلموا نادي الزمالك، فهم في الحاله دي الزمالك يختار بينهم انهي الافضل لنادي الزمالك. في المقابل طبعا يا جماعه المدرب بنسبه 99% هو ده اللي هيدرب نادي الزمالك. خد عندك تحدث طبعا البرتغالي اللي هو باولو دوراتي. بالمناسبه طبعا اللي مشي جوزيه جوميز برتغالي واللي جاي للزمالك طبعا برتغالي باولو دوراتي المدير الفني. طبعا ده يا جماعه سبق لي ان هو درب نادي الخلود في الدوري السعودي. انا ما اعرفش بصراحه، هو ما عملش حاجه مع الخلود، هو بيقول لك انا عملت مستويات مميزه مع نادي الخلود وحطيته في وضعيه مش عارف ايه في الدوري السعودي. نادي الخلود يا جماعه من الانديه مش المتوسطه في الدوري السعودي، لا، من الانديه اللي بتنافس على طول سنويا مع الهبوط، وممكن يسقط سنه مثلا لدوري يولو الدرجه الثانيه في السعوديه طبعا، وبعد كده يصعد. حتى حاليا في الموسم اللي احنا فيه موسم 2024 2025 مركز نادي الخلود، تخيل المركز الكام؟ المركز ال15 من كام فريق؟ من 18 فريق، يعني هو المركز على طول تحت المراكز اللي بتخلي الفرق تسقط، يعني 18 17 16 دول بيهبطوا وهو في المركز ال15، يعني فريق تحت المتواضع كمان مش فريق متواضع. طبعا سبب ترشيح المدرب الفني ده طبعا ايه؟ لان هو حاليا يعني بيقول لك انا كان نفسي من زمان ان انا ادرب نادي مصري، ودلوقتي جات لي الفرصه ان انا هدرب الزمالك، طبعا الفريق العريق واحد انديه افريقيا الكبيره واحد انديه طبعا جمهوريه مصر العربيه، نادي له شعبيه جارفه، وانا كان من زمان عندي حلم ان انا ادرب نادي الزمالك وانافس على البطولات. وقال لك وانا سبق لي ان انا طبعا دربت الفرق الافريقيه، وذكر كم فريق يعني على كم منتخب دربهم، ولكن مفيش بصمة تذكر لباولو دوراتي المدير الفني البرتغالي القادم والجديد طبعا لنادي الزمالك. وقال لك ايه كثيرا، قال لك يعني خضت عدة تجارب داخل القارة الأفريقية سواء مع أندية أو منتخبات، وهذا الأمر سيساعدني كثيرا على تجربتي مع الزمالك لو تم الاتفاق معي. فالزمالك أحد أكبر أندية القارة ولديه شعبية كبيرة في أفريقيا، وهذا الأمر يحفزني على تولي تدريب الزمالك. وقال لك حانت الفرصة لتحقيق حلمي بالتدريب في الدوري المصري. المفاوضات تسير بخطى ثابتة بين المسؤولين في الزمالك ووكيلي في الساعات الماضية. أنا يا جماعة أعتبر لكم إن الراجل ده هو المرشح الأول بالنسبة لنادي الزمالك، وأعتقد إن هو دلوقتي الراجل ده يعني جاهز إن هو يدرب نادي الزمالك، لأن من ساعة ما ساب طبعا نادي الخلود وهو قاعد دلوقتي بدون ما أي نادي طبعا يتعاقد معه.
هو ساب نادي الخلود تقريبا من سنة أو سنة ونص تقريبا، حاليا قاعد من غير شغل. فبالتالي الزمالك لو جاله عرض طبعا هو هيوافق، والزمالك هيكون راضي إن هو يديله مثلا 70,000 أو 65,000 دولار. فبالتالي الاتنين هيكونوا شايفين المواصفات المناسبة لبعض. هو عاوز يشتغل طبعا في الدوري المصري ويشوف الأجواء الكرة الأفريقية، وأحسن هو قاعد في البيت يعني من غير شغل. وايضا الزمالك عايز مدرب اجنبي في نفس الوقت، ويكون عنده طموحات. ما اعرفش الطموحات بصراحه، مش متاكد منها، ولكن في نفس الوقت يكون مرتبه ما يزيدش عن 75,000 دولار شهريا. عامة أكبر خسارة لنادي الزمالك إن هو فرط فيه جوزيه جوميز. واحد يقول هو ما فرطش فيه ولا حاجة، ده هو اللي سابنا وخلع مثلا. أقول له لا، الزمالك فرط فيه بسبب إن هو فضل 3 شهور معديش الرواتب بتاعته متأخرة 3 شهور. حتى الشرط الجزائي اللي هو طبعا لو في حال فسخ العقد هو يمشي طبعا من غير ما يعني يدفع 3 شهور لنادي الزمالك كقيمة تعويضية للزمالك. هو قال لك انا مخصوم مني 3 ما خدتهمش لحد الان، وانتوا لكم 3 عندي في الشرط الجزائي، يبقى ايه، لا طالب ولا مطلوب، لا تاخد مني ولا اخد منك وبالسلامه. فالزمالك هو اللي فرط فيه جوزيه جوميز، افضل مدرب في الفتره الاخيره طبعا. هو اللي كان ما تحسش فيه فروقات بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الفتره الاخيره، رغم ان فيه فروقات واضحه طبعا في قدرات اللاعبين على المستوى الشخصي. يعني لعيبه الاهلي افضل بمراحل من لعيبه الزمالك، صفقات الاهلي احسن من صفقات الزمالك، ولكن كعقليه تدريبيه كان مخلي الفوارق دي قليله بين الفريقين. فدي خساره كبيره لنادي الزمالك. خلينا نشوف الايام اللي جايه. بالنسبه لموعد المدير الفني يا جماعه الجديد لنادي الزمالك، هم ضاغطين قوي، عايزين يجيبوا مدير فني قبل مباراه الجوله الثالثه في كاس الكونفدراليه الافريقيه ضد طبعا مصر البورسعيد اللي هي يوم 15 كام 15/12. احنا دلوقتي خلاص دخلنا في 12 ماشي. فما اعتقدش ان هم يقدروا يجيبوا واحد النهارده ولا بكره مثلا علشان يحسم موقف المدير الفني الجديد قبل طبعا مباراة المصري. فبالتالي أحمد مجدي هيستمر طبعا في مباراة المصري، وبعد كده نشوف المدير الفني للزمالك. يعني قدامنا مثلا حركة أسبوع كده ويتم إعلان المدير الفني الجديد اللي هو البرتغالي باولو دوراتي لتدريب نادي الزمالك. كان معكم قناة تحليلاتكم، ما تنسوش الدعم المجاني، الاشتراك في القناة، والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل إشعار. سلام عليكم.